ثواني العشر الأولى كل شيء كان يوحي بأن ليلى ليست عادية. سكون ثقيل ليس كسكون الليل المعتاد، بل سكون كأنه يخفي وراءه سرا مظلما. الهواء بارد لكنه لا ينعش، بل يتسلل إلى الجسد كأنه إنذار. لا صوت، حتى الحشرات اختفت، وكأن الحياة نفسها قررت أن تنسحب من هذا المكان. وفي منتصف هذا الفراغ المخيف كان هناك شاب يمشي وحده، خطواته بطيئة حذرة، وكل خطوة تصدر صوتا غريبا كأن الأرض ترد عليه أو تحذره. فجأة توقف، ليس لأنه رأى شيئا، بل لأنه شعر بأن هناك من يراقب من الخلف، قريب جدا، أقرب مما ينبغي. ابتلع ريقه بصعوبة، وقلبه بدأ ينبض بسرعة غير طبيعية. حاول أن يقنع نفسه أنه مجرد وهم، مجرد خوف عادي، لكن خطوة أخرى ثم خطوة خلفه تجمد في مكانه. هو لم يتحرك، فمن الذي تحرك إليه؟ ببطء شديد وبكل ذرة شجاعة بقت فيه بدأ يلتفت، وفي اللحظة التي كاد يرى فيها ما خلفه سمع صوت، ليس صوته هو، بل صوت آخر يهمس باسمه بنبرة يعرفها، لكنها ميتة منذ سنوات. في تلك الليلة لم يكن الظلام عاديا، كان كثيفا خانقا، كأنه يضغط على صدرك دون أن تراه. السماء بلا نجوم، والقمر مختفي، وكأن النور نفسه قرر أن يهرب. الطريق كان خاليا تماما، لا بشر، لا سيارات، حتى صوت الريح كان غائبا. سكون مخيف لدرجة أنك لو تنفست بعمق تشعر أن الصوت سيفضحك. وفي وسط هذا الصمت الثقيل كان هناك شاب يمشي وحده، خطواته كانت بطيئة مترددة، صوت حذائه على الأرض كان الشيء الوحيد الذي يكسر ذلك السكون. لكنه لم يكن صوتا طبيعيا، لأنه بعد كل لحظة كان يسمع صوتا آخر، نفس الإيقاع، نفس التوقيت، لكن ليس من قدمه. توقف فجأة، الصوت توقف معه، تجمد مكانه، وقلبه بدأ يخفق بقوة. حاول أن يقنع نفسه هذا مجرد وهم، لا تخف. لكنه عندما قرر أن يتحرك من جديد، هذه المرة كان متأكد هناك شيء ما يمشي خلفه ويقلد خطواته بدقة مخيفة، بل عريقة بصعوبة. ولم يجرؤ أن يلتفت، لأنه كان يشعر أن مجرد النظر إلى الخلف قد يغير كل شيء. وفجأة انقطع صوت خطواته، لكن الخطوة الأخرى لم تتوقف، اقتربت أكثر، ثم سمع همسا باردا جديدا قريبا من أذنه، بصوت مات صاحبه منذ سنوات. تجمد الشاب في مكانه، لم يعد قادرا على الحركة ولا حتى التفكير. الهمسة التي سمعها لم تكن عادية، لم تكن مجرد صوت، بل كانت معرفة. ذلك الصوت يعرفه جيدا، إنه صوت شخص دفنه بيده قبل سنوات. ارتجفت يده، وبدأ العرق يتصبب من جبينه رغم برودة الجو. حاول أن يقنع نفسه مستحيل، هذا لا يمكن، أنا أتخيل فقط. لكن الصوت عاد، أقرب هذه المرة وأبطأ. اشتقت إليك. هنا لم يعد يستطيع التحمل، التفت بسرعة، لكن لا أحد. الطريق فارغ كما كان، الظلام كثيف، لا شيء يتحرك، لا ظل ولا إنسان. تنفس بسرعة كأنه خرج للتو من الغرق، وضع يده على صدره ليهدئ قلبه، وقال بصوت مرتجف: أنا أحلم، هذا مجرد حلم. ثم قرر يمشي، بل أن يسرع، خطوة، خطوتان، ثلاث، ثم بدأ يجري. لكن كلما أسرع كان يسمع جري خلفه، ليس صدى هذه المرة، بل خطوات واضحة ثقيلة تلاحقه. وقبل أن يلتفت شعر بشيء بارد يلمس كتفه. توقف قلبه للحظة، وببطء شديد نزلت تلك اليد من كتفه إلى ذراعه. يد باردة كأنها خرجت من قبل. ثم مس الصوت مرة أخرى، لكن هذه المرة في أذني مباشرة. لماذا تركتني وحدي هنا؟ شاق الشاب، وكأن الهواء اختفى من حوله، تجمد في مكانه، لا يستطيع الهروب ولا حتى الصراخ. تلك اليد الباردة ما زالت على ذراعي، ضغطها يزداد ببطء، كأنها تريد أن تثبته في مكانه.
أغمض عينيه بقوة وهو يتمتم: هذا هو، هذا مستحيل مستحيل. لكن الصوت لم يتوقف: ألم تقل إنك ستبقى معي؟ لماذا تفادت لي ورحلت؟ هنا انكسر شيء داخله، لأن هذا الكلام لا يعرفه أحد. قبل سنوات في ليلة شبيهة بها كان هو مع صديقه الأقرب. ضحكوا ومزحوا ثم وقع شجار بسيط، لكن الغضب حوله إلى شيء آخر. حوله إلى دفعة واحدة قوية. سقط صديقه وضرب رأسه بالصخرة. صمت، ثم دم. اقترب منه فناداه وحركه، لكن كان قد مات. الخوف سيطر عليه. لم يفكر، لم يتردد. حفر بيده قبر في نفس هذا المكان ودفنه، وأقسم أن ينسى أن يدفن السر معه للأبد. لكن اليد التي تمسكه الآن ليست ذكرى. ففتح عينيه ببطء ورأى أمامه ظلا يتشكل من الظلام، شيئا يخرج من الأرض من نفس المكان. وجه مغطى بالتراب، عينان مفتوحتان بلا حياة، لكنها تنظر إليه مباشرة. ثم انشق الفم ببطء وابتسم. لقد تراجع الشاب خطوة أخرى ثم أخرى، لكن الأرض خلفه كانت كأنها تختفي. لا طريق، لا مهرب. ذلك الوجه المغطى بالتراب بدأ يخرج أكثر فأكثر، حتى صار الجسد كله أمامه، كما تركه، كما دفنه، لكن هذه المرة واقف. الرائحة كانت لا تحتمل، رائحة رطوبة، تراب وموت قديم. صرخ الشاب أخيرا واستدار ليهرب. ركض بكل ما تبقى فيه من قوة، لكن الصوت خلفه لم يعد خطوات، بل كأنه شيء ينزلق فوق الأرض، يقترب بسرعة غير طبيعية. التفت للحظة، فقط لحظة. لم يكن ذلك الشيء يجري، بل كان يسحب نحوه. جسده مائل، رأسه منحني، وعيناه ثابتتان عليه لا ترمش. ثم في لحظة واحدة اختفى. الشاب توقف، تنفس، تنفس متقطع. نظر حوله بجنون: لا شيء، لا أحد. وفجأة شيء ثقيل فوق ظهره أسقط أرضا به، وشعر بثقل يجلس فوقه، يقيده ويمنعه من الحركة. حاول الصراخ، لكن يدا باردة غطت فمه، وصوت قريب جدا، هذه المرة ليس همسا، بل واضح، مليء بالغضب: لن تتركني مرة أخرى. ثم بدأت يداه تسحبان نحو الخلف، نحو الأرض، نحو نفس المكان، نفس الحفرة. الأرض بدأت تنفتح ببطء، كأنها فم يريد أن يبتلعه، وأصابع من التراب ظهرت تمسك برجليه وتسحبه. كان يقاوم، يصرخ، يبكي، لكن لا أحد يسمعه. آخر ما رآه هو ذلك الوجه يقترب من عينيه ويبتسم ابتسامة مظلمة، ثم سحب إلى الداخل. اختفى الشاب وعاد الصمت، نفس السكون الثقيل، نفس الظلام، وكأن شيئا لم يحدث. مرت دقائق ثم ساعات، حتى بدأ ضوء الفجر يتسلط ببطء، يكشف الطريق، نفس الطريق، لكن لم يكن كما كان. في وسطه كانت هناك أرض محروسة حديثا، لأن أحدا حفرها قبل لحظات ثم تركها. بعد أيام مر أحد الرعاة من نفس المكان، لاحظ التراب الغريب، اقترب، تردد قليلا، ثم بدأ يحفر بعصاه، ضربة ثم أخرى، حتى اصطدم بشيء. ركع على ركبتيه وأزال التراب بيده ليظهر جسد، لكن ليس جسدا واحدا، جثتان ملتصقتان ببعضهما، كأنهما دفنتان معا. الأولى قديمة متحللة، بالكاد ترى ملامحها، والثانية حديثة، وجهها مليء بالرعب، عينان مفتوحتان، كأنهما رأتا شيئا لا يحتمل. لكن الأكثر رعبا أن يديه لم تكونا تحاول الهرب، بل كانتا تمسكان الجثة الأخرى بإحكام. كأنه في آخر لحظة أدرك الحقيقة، أنه لم يكن يسحب فقط، بل كان هناك ينتظر منذ سنوات. ومنذ ذلك اليوم الناس الذين مروا من ذلك الطريق بالليل كانوا يقولون أنهم يسمعون أصوات غريبة، خطوات واحدة من الأخرى.